اليوم غادي نقول نصائح. الفيديو ديال اليوم عباره عن نصائح، واخا انا عاده ما كنقولش النصائح وما كنبغيش نكون من موقف كننصح، لان انا لي فيديو ديالي كلهم عباره على بارطاج ديال الاكسبيريونس ديالي، ديال التجارب، ديال الخبره ديالي، كنقول رايي في موضوع تقني ولا علمي والحوار مفتوح. ولكن اليوم في هذا الفيديو غيكونوا نصائح مباشره، لان الموضوع مهم وكيمس سلامه الناس. غادي نتكلم على البوطاغاز، وهنا حنا دابا في شهر 11 ولا شهر 12، دخل ولا الجو بارد. انا دابا في وجده مثلا في الليل ولا في الصباح بكري كتكون اقل من 10، يعني 7 درجات 6 درجات 8، يعني الحال بارد. وكنذكروا دائما كنسمعوا دائما في هذه الوقيته هذه المصائب اللي كتسببها البوطه. وهنا غادي نتكلم على جوج الحوايج. البوطه كيمكن تسبب في القتل، يعني يمكن تكون سبب في الموت ديال الانسان نتيجه لجوج الحوايج، اما عن طريق الانفجار والاحتراق. ملي كتفرقع البوطه وكتشعل العافيه، الناس كاع اللي كاينين لداخل كيموتوا غالبا، ولا كيخرجوا بتشوهات ولا بهذا بحروقات. المهم كتكون كارثه. واما كيموتوا عن طريق الاختناق وعن طريق التسمم، يعني الاستنشاقي. وغادي نتكلم على الحاله الاولى، هو الاكسبلوزيون، ملي كتفرقع البوطه وكتشعل العافيه. فشنو السبب؟ السبب هو ان كيكون تسرب الغاز، وداك الغاز اللي كنقولوا الغاز، حنا كنشموا واحد الريحه. ديك الريحه راه ماشي هي الريحه الطبيعيه ديال الغاز. هذاك الغاز راه خارج من الارض بلا ريحه، ما فيه لا ريحه ما فيه لا لون، ما كنشعروش به. ولكن الشركه ديال الغاز فرضوا عليهم انهم يديروا واحد الريحه باش الا كان تسرب نشموها. هي اللي كنقولوا ريحه الغاز كنشموها، كنمشيو نطفيو البوطه ولا نحلوا الشراجم ونشوفوا المشكله شنو هو. دونك لنفرض ان كنا خارجين وكانت انفويت في الدار لداخل، ولا كنا ناعسين وما شعرناش، ما شميناش ديك الريحه. ديك الريحه راه هي قويه، تقدر تفيقك من النعاس. فلنفرض ان كان تسرب ديال الغاز كبير وما شعرناش به، كنا حنا في الدار ولا خارج الدار. ففي كلا الحالات اول حاجه خصنا نديرو نفكروا فيها هي نحلوا الشراجم باش نديروا تهويه. ولكن خصنا الشراجم اللي كانوا الكتريك ما نحلوهمش بالضوء. الا كان شي حاجه اللي ندفع ولا نفرقع بيدي ولا ندير ممكن، ولكن ما نخدمش الضوء. الا كان عندي بوله شاعله نخليها شاعله، كانت طافيه نخليها طافيه، يعني ما نشعلش وما نطفيش. لان الناس غالطه كتسحب البوطه، البوله الا شاعله هي اللي غتحرق. البوله شاعله ماشي هي اللي تكون السبب ديال الانفجار. ولكن الا طفيتها ولا شعلتها، لان كيكون واحد التشاش، واحد ليتانسيل في الانتيريبتور، بحال ديك ديال البريكه. ملي كندير البريكه واحد التشاش هو اللي كيشعل البوطه اللي كنشعلوها. دونك هذاك التشاش ملي كيكون الغاز في الدار عندنا في واحد مكان مسدود مغلوق وعمر، وكاين واحد الكونسونطراسيون، كان واحد الكونسونطراسيون يعني اللي جاهزه باش تفرقع، فمع كنشعلوا الضوء ولا مع كنطفيوه ولا ما كنحلوا الثلاجه ولا كنبغيو نحلوا الشراجم اللي كانوا الكتريك، فكيكون الانفجار مميت. الحيوطه كيمشيو واللي لداخل كلهم كيمشيو، واللي حفظوا الله راه حفظوا الله. دونك هنا في هذه الحاله نحلوا ونايريو ونطفيو البوطه باش تكونش لافويت، ونخليو الامور راه ملي كيدخل اللير وكيخرج داك الغاز، حيت غالبا داك الغاز هو خفيف، خفيف على الهواء، يعني كيطلع الفوق البوطه، الهواء كيطلع الفوق وكيمشي مع الاتموسفير، دائما كيمشي الفوق، فكنتخلصوا منه بطريقه سهله. وفي هذه الحاله هذه والحاله الثانيه هو الخطيره، لان كندوز بلا ما كنحسوا بها. كيوقع مشكل وان ملي كندخلوا البوطه كنسخنوا ديك البوطه اللي كندخلوها وكنجمعوا وسط منها وفيها واحد الحجره كتشعل فيها العافيه. فخصنا نعرفوا حنا ملي كنكونوا في الحال بارد غالبا كنسدوا دوك التقابيل اللي برا باش ما يدخلش الهواء. وهذا هو الخطا الكبير، ان كنديروا الجوانات ونديروا اللصقه ونديروا البونج باش ما يدخلش، ونبقاو حنا سخان ونشعلوا ديك البوطه. فديك البوطه ملي كتشعل حنا باش حنا اللي معاها كناخذوا الاكسجين لان محتاجينه، وحتى ديك العافيه حتى البوطه كتاخذ الاكسجين، والاكسجين ديال العافيه اكثر من الاكسجين اللي كناخذو حنا. فكيكون واحد الوقت وما عندناش لايراسيون، يعني الهواء ما كيتبدلش، فكيولي ديك البلاصه ما فيهاش الاكسجين بزاف. والعافيه حنا باش تبقى كتشعل محتاجه الاكسجين، كيما حنا باش نبقاو كنعيشوا محتاجين الاكسجين. كتلحق واحد الوقت هذيك العافيه كتبدل اللون ديالها،
ونقدروا ما نردوش لها البال، كتولي صفرا شويه لان ما كيبقاش الاحتراق الكامل لان الاكسجين قل. وهنا كتطلق واحد الغاز سميتو المونوكسيد دو كربون، وهذا هو اللي خطير. هذاك الغاز حتى هو ما كنشعروش به وكنبقاو نستنشقوه، حتى هو غالبا حنا بعدا ما كاينش الاكسجين في القاع فهذا، دونك كنوليو حنا لي غلوبير الدم ديالنا كيدي هذاك الغاز، واليوم باش يدي الاكسجين اللي قليل كيدي داك الغاز، وحتى حنا عندنا الرئه والدم كيفضل هذاك الغاز. هذا هو المشكل. فهذه مساله طبيعيه، هو ان لي بومون يعني الرئتان وما بين الرئه والدم باش يمشيو الاكسجين يغذي لنا الجسم ديالنا. الا عطيتيه مونوكسيد ديال الكربون وعطيتيه الاكسجين كيفضل المونوكسيد، لان المونوكسيد عندها قابليه باش تمشي قبل الاكسجين، وحنا في الاكسجين قليل دونك كيمشي لنا للدماغ، كيمشي لنا هذا، كنقدروا نفقدوا الوعي مباشره وبلا ما نشعروا. اما الا كنتي ناعس تبقى ناعس ما غتفيقش لا قدر الله، ولا كنتي فايق كتحس بواحد الفتره حتى كتلقى راسك مشيتي. الا دركتي وحسيتي براسك تقدر تنقل الموقف تحل. اول حاجه هو نحل نعيري الاكستيريور البرا باش يدخل الهواء ونطفي هذاك. الا ما شعرتش وهنا ما كيكونش اكسبلوزيون لان داك الهواء ما كيتفرقعش، ولكن كيدخل عندنا مع الجسم مع الرئه وكياخذ المكان ديال الاكسجين وكيمشي يتوزع الجسم وكيسمو وكيمشي للدماغ، وكتقدر تكون في 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق الموت اللي سيغ اللي اكيد. وهنا كما قلنا وحتى في البوطاغاز البوطه اللي كنسخنوا بها، اللي كانت البوطه عندنا في الدوش كنسدوا التقابي باش نسخنوا الدوش وكنشعلوا الاكسجين. ديك لافلام محتاجه الاكسجين، ملي كيسالي الاكسجين في ذاك المحل وما كانش عياري العافيه ما كيبقاش تحترق كلها، حتى اللون ديالها كيتبدل، كتولي كدير بحال شي دخان وتقدر ما يبانش هذا الشيء. والشوميني ما كاينش ولا الشوميني مخنوق، حتى الشوميني اللي كيدي العافيه ليكستيريور يمكن يكون ما مزيانش ولا مخنوق ولا، دوك كيرجع لك داك المونوكسيد وانت كدوش. وداك المونوكسيد العكس ديال الاكسجين، العكس ديال البيوتان، فهو ثقيل يعني كيهبط لتحت وانت غالبا كتكون في كرسي جالس. فاول حاجه هو هذاك المونوكسيد ثقل من الهواء كيهبط لتحت وكيبقى يطلع، ما كاينش لايراسيون، فالموت المفاجئ والموت الاكيد الا حسيتي براسك ولقيتي راسك. ويمكن يتسرب داك المونوكسيد ويمشي للبيوت الاخرين ويكون لو ميليو غالبا في البرد. علاش هادشي كيوقع في البرد؟ لان كنسدوا الشراجم وكنديروا لي جوان فكيبقى. والمشكل هو ما كنشعروش بهذا الشيء، راه انت كتهضر ومريح وكتضحك وكتاكل، ولكن داك الشيء كيدوز بشويه بشويه بشويه. ملي كيكون داك الشيء بشويه ما باينش حتى كتلقى راسك مشيتي حتى لا شعور ولا شعور الا ما نقدك حتى واحد الموت. دونك باش لا قدر الله والله يستر الله يحفظنا كاملين، البوطه خصها تكون خارج الدوش ما تكونش لداخل، في بلاصه ايري. الدوش خصو يكون ايري، الا كان اضطرينا خصو يكون ايري. الشوميني اللي كيمشي من الدخان خصو يكون راكب مزيان وكيدار لي لونتروتيان دائما باش ما نكونش لو بوشون ولا شي حاجه اللي كتخنقو، وما نسدش عليا الشراجم كاملين والتقابي باش نسخن لان كاينه الخطوره تما. وفي هذه الامور هذه الانسان يرد البال شحال من عائلات مشاو وشحال من الناس مشاو نتيجه لهذا الشيء اللي مع الاسف هو سهل باش نجتنبوه. ولكن انا النصيحه ديالي هي ان البوطه دار برا في بالكون ولا في السطح ولا في كولوار وتكون ايري ما تكونش معايا، لان ديك القضيه ديال التسرب الغاز كيمشي مع الماء راه ما كاينش. السيركوي ديال الماء بوحدو والسيركوي ديال الغاز بوحدو، كاين واحد الممبره اللي وسطهم اللي كدير اوتوماتيك باش ملي تشعل دار، ولكن بيناتهم ما كاين حتى شي كونتاك. دونك هذيك المساله ديال غيجيني الغاز في الماء ما كاينش. دير البوطه على الاكستيريور شوفو ونجتنبوا نسخنوا في وسط ان ميليو مسدود وفي البوطه والاشتعال ما مزيانش. والله يحفظنا كاملين والى اللقاء.